فيديو النهاردة مميز جدا. هنعمل مع بعض القرص الطرية الفلاحي الدايبة بمقادير مظبوطة، وهقولك على سر التسوية بتاعتها، وهقولك ازاي تطلع معاكي زي اللي في الفيديو بالظبط. ولو اول مرة تشوفوني، انا اسمي فاطمة ودي قناتي. ياريت متنسيش تحطي لايك للفيديو واشتراك في القناة وتفعيلي الجرس عشان يوصلك كل جديد. اول حاجة في طبق غويط احط فيه كوباية من المية، مية من الحنفية عادية خالص، ومعلقة كبيرة من الخميرة الفورية، واربع معالق كبار من السكر. هنقلبهم كويس قوي مع بعض لغايه ما اتاكد ان السكر داب تماما. بعد كده معايا كوبايه كامله من الحليب هضيفها كامله، وهضيف كمان كوبايه وربع من السمنه، واهم حاجه السمنه تكون مذابه. هنقلب الخليط كويس زي ما انتوا شايفين كده. الخطوه اللي بعد كده معايا كيلو من الدقيق منخول كويس هضيفه على الخليط بتاعنا. بعد كده معايا 3 معالق من السمسم، والسمسم هنا محمص، وممكن كمان نستبدل السمسم بشمر او بينسول، او ممكن ما نحطش حاجه خالص. وكمان معايا معلقه صغيره من الملح. هقلب المكونات الجافه الاول مع بعضها. بعد كده هبدأ ان انا اعجن زي ما انتوا شايفين كده. وممكن كمان نستبدل الحليب دوت بكوباية من الحليب الرايب لو متوفر عندك. ولو مش متوفر عندك رايب او حليب عادي، ممكن نحط زبدية، او ممكن كمان نستعمل لبن البودرة، وممكن عادي نعملها بمية بس مفيش اي مشكلة، هتطلع معاكي حلوة قوي. هنا بقى هبدأ اعجن بالشكل دوت كده. هنعجن كده لمدة 10 دقايق او ربع ساعة لغاية ما يبقى معانا عجينة طرية ولينة. هنا العجينة حسيتها لسه معايا ناشفة. جبت كوباية من المية كده ونزلت بربعها. هبدأ ان انا اعجن. المية بننزل بيها بمقدار بسيط، مش بنضيفها كاملة، عشان كل دي بيختلف من نوع للتاني لشربه للسوائل. تمام كده. هنعجن كده زي ما انتوا شايفين. هبدأ كده اضيف سرسوب بسرسوب، مش بنضيف المية كاملة، وهبدأ ان انا اعجن. لو وصلتوا معايا لغاية هنا، يا ريت بقى ما تنسيش تحطي لايك للفيديو واشتراك في القناة وتفعيلي الجرس عشان يوصلك كل جديد. هبدأ كده ان انا انزل تاني كده بشوية من المية. كده انا نزلت بنص كوباية المية، يبقى كده انا استعملت كوباية ونص من المية وكوباية كاملة من الحليب. تمام كده. وممكن طبعا السوائل بتزيد وتقل حسب نوع الدقيق اللي احنا مستعملينه. بنفضل نعجن كده لغاية العجينة ما تبقى ناعمة وطرية زي ما انت شايفة كده. هبدأ ان انا الم العجينة. خلاص ما شاء الله اتعجنت عجنة حلوة قوي. معانا عجينة طرية مش ناشفة قوي، ومش طرية اللي هي بتلزق. ما شاء الله حلوة قوي. هحطها كده في الطبق قدامي، واغطيها بكيسة او بطبق تاني، وهسيبها كده ترتاح لمدة ربع ساعة. تمام كده. وهنا بعد ما سبت العجينة بتاعتنا ارتاحت شوية، هبدأ كده ان انا اشيلها واحطها قدامي على الرخامة، وهبدأ ان انا افردها كده فردة بسيطة، وهبدأ ان انا اقطعها بالقطاعة زي ما انتوا شايفين كده. وتقدري طبعا تقطعيها بالطريقة اللي تريحك. بعد كده هبدأ ان انا اكورها كور صغيرة، حجم كده الليمونة الصغيرة او 30 جرام. عايزة تكبريها شوية او تصغريها شوية، الحجم دوت بيرجعلك انتي. انا حبيت كده الحجم بتاعها دوت. هكورهم كلهم بنفس الحجم، مش هياخدوا معايا وقت خالص. وهنا كنت خلصتهم كلهم ما شاء الله، عامله معايا كميه حلوه قوي. هغطيهم بقى بكيسه نايلون نظيفه. بعد كده هسيبهم بس يرتاحوا لمده 5 دقايق مش اكتر. بعد كده هناخد اول واحده احنا كورناها، وهنجيب الصينيه او الصاج اللي هتدخل الفرن اللي احنا هنطيب فيها. صينيه مش مدهونه اي ماده دهنيه خالص، مش هندهنها حاجه خالص. هاخد كده اول كرة واحطها، وهبدأ ان انا افردها بايدي كده فردة بسيطة زي ما انتوا شايفين. بناخده اول كورة احنا كورناها، وهبدأ احطها قدامي على الصينية، وهبدأ ان انا افردها كده بايدي، وهبدأ ان انا اسويها بالشكل اللي انتوا شايفينه دوت. بناخدها كده وبنحطها وبنفردها. واهم حاجة زي ما قلتلك ان الصينية ما بتكونش مدهونة حاجة خالص. تمام كده. هرصهم كلهم في الصاج زي ما انتوا شايفين كده، مش هياخدوا معاكي وقت خالص، وفردها سهل خالص ما شاء الله. بتتفرد بالشكل دوت كده. وهنا كنت خلصت كده اول صينية، وهكمل بقى باقي الصواني وهرجع لكم تاني. وهنا كنت ما شاء الله عملت الصواني كلها. عملت 4 صواني كبار ما شاء الله، عاملين معايا كمية حلوة قوي. هسيبهم بقى كده يخمروا ويرتاحوا شوية لمدة نص ساعة. تمام. دي كانت اول صينية انا عملتها. نيجي بقى لمرحلة التسوية. انا مشغلة الفرن قبلها كده ب10 دقايق عشان يسخن جامد على درجة حرارة عالية. بتدخل الفرن على درجة حرارة عالية على اول رف من تحت.
بتاخد لون معايا من تحت. ولو الفرن بتاعك مش حامي جامد هنشغل لهم الشواية اخر 3 دقايق كده، وهنبدأ ان احنا نقلب الصينية عشان تاخد اللون كامل من جميع الجوانب. ما شاء الله اخده لون حلو من تحت ومن فوق زي ما انتوا شايفين كده. ما شاء الله شايفينها هشة معانا ومرتفعة ازاي، ما بتاخدش معانا حاجة خالص في الفرن، يا دوبك بس تاخد لون من تحت زي ما قلتلك. وهنفضل نقلبها كده في الفرن عشان التسوية بتاعتنا تبقى مظبوطة. واهم حاجة ان احنا لما نشغل الشواية ناخد بالنا عشان اللون ما يغمقش جامد من فوق. مش هتاخد معاكي وقت ولا مجهود، حلو قوي بالشاي بالحليب او بالجبنة. ما شاء الله جربوها وقولولي رأيك في الكومنتات.